الجنسية جيت على الأردن 18 سنة، بس بلشت الاستثمار بال 2008. استثمرت بحدود 20 مليون دينار أردني. تعرضت لعملية تزوير كبيرة من قبل أشخاص من الجهاز الأمني ومعهم أمريكي وشخص من عائلة متنفذة. ولما بلشوا يهددوا فيي بلغت مدير جهاز أمني كبير إنه أنا رح أتعرض لعملية نصب واحتيال وياخذوا معملي والبيت، بس ما حدا التفت لهالشغلة. ب 2/9/2010 أنا كنت بتركيا عم بيع صفقة جلد كبيرة. صار عملية تزوير بالصناعة والتجارة من قبل شخص أمريكي مدعوم مع محامي أردني ومحامي خاص لإلي. نقلوا ملكية المصنع من اسمي لاسم الأمريكي، وبقت زوجتي بالاستثمار 50% الثاني. وبعد منا اجى شخص مدعى من عشيرة مهمة نافذة بالبلد، احتل بيتي وهو تابع لهذه العصابة، وصار البيت والمصنع تحت تصرفهم. ولما رجعت على الأردن ب20/9 تعرضت لمحاولة بالمطار ووقفوني، كان عاملها علي هذا الشخص اللي احتل بيتي وخطفني 4 أيام ومضاني على عقود أجار بيضاء مشان يحتل بيتي يثبت احتلاله للبيت. ورفعنا دعوة على الأمريكي وعلى الضباط، وهي الأمور كلها ماشية بالمحكمة وإلى الخير. بس بعد هلا صار 2 بالموضوع، بعد ما صار أي قرار ولا أي شيء، ولا صار أي توقيف، ولا صار أي مبادرة من القضاء على هدول الناس العصابة الكبيرة. وهلا عم يستبيحوا بالمعمل، بيسرقوه كله، وعندنا خسائر بحدود 7 مليون دينار لحد الآن. ما خلوا أي شيء، لا سيارة، لا قطعة جلد، لا مواد، ما كله انباع وكله تصرفوا فيه ووزعوه على بعضهم. والشخص هذا المتنفذ بعده قاعد ببيتي، بيتي كلفني 2 مليون دينار. أخذ فرشي وأخذ كل أي شيء بملكه، من صور، من تحفيات، من مصاري، من خزنات كسرها، وساعاتي وأي شيء ثمين بالبيت كله كان تحت تصرفه لهاللحظة هذه. وبالنسبة للأمريكي احتل المصنع وباع البضاعة بأرخص الأثمان، مع أنه كنت أنا عم بشغل 75 أردني، وكان المصنع ناجح كثير. افتتحوا دولة الرئيس الرفاعي والأميرة بسمة وسبع وزراء، وكان وضع المصنع ممتاز جدا. وكانت البضاعة اللي طلعت منه كلها بضاعة ميزات أجنبية وتخذت جودة عالية، وكان مكتوب كله على البضاعة ميد ان جوردن. كل البضاعة كانت صناعة أردنية بحتة 100%. فنحن كان هدفنا أنه نقضي على البطالة بجنوب البلد، مثل ما كان سيدنا يعني قرر أنه ينشط المنطقة الجنوبية. ونحن التفتنا لهونيك حتى نساعد نوقف البطالة ونعلي الصناعة الأردنية بالجلد لمستوى أوروبي وعالمي. نجحنا بهالشيء، بس ولكن هذه العصابة اجت أزتنا وأزت اقتصاد البلد، وإذا ضل مكفيه بهذا الوضع رح تأثر كثير على الاستثمار بالأردن. هذا الشيء نحن ما بنرضى فيه. نطلب من سيد البلد جلالتنا الله يطول بعمره، نطلب منه يساعدنا حتى نرجع نستعيد مع مصنعنا وبيتنا، ونرجع نكفي هدفنا الأساسي اللي جينا عليه على الأردن الحبيب، مشان نبني اقتصاد حلو بالصناعة الجلدية. وهذا هدفنا، ما عندنا لا هدف ولا أي شيء غير هذا الهدف. شكرا.